عارف ايه الفرق ما بين طالب متوتر وهو بيتكلم انجلش وما عندوش ثقه في نفسه، وطالب تاني كينج جنبه كده عمال يتكلم والبادي لانجوج ويتحرك ويروح ويجي والفيشل اكسبريشن كل حاجه تحفه عنده؟ انه بدا بدري. والله اسمع مني، هو بدا بدري. انا لما كنت في الجامعه ولقيت مثلا، وانا كنت اداب انجلش، ولقيت الناس في ناس بتتكلم انجلش حلو جدا وشطار وبتاع، وانا مهزوز وعندي ثقه، ما عنديش ثقه في نفسي. ايه، هو بدا بدري، هو بدا في الثانوي مش في الجامعه، بدا في الاعدادي مش في الثانوي، بدا في الابتدائي مش في الاعدادي. هي دي التركايه. عندك ابن دلوقتي ايا كان سنه، ابدأي معاه دلوقتي حالا، عشان لما يكبر ويدخل بقى الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه او الجامعه، يبقى هو ده الطالب الكينج اللي واقف كده مالي مركزه بيتكلم انجلش كويس. ما يبقاش الطالب اللي قاعد جنبه، ما يبقاش انا، ما يبقاش المتوتر والخايف والمكسوف واللي عارف الاجابه ومش عارف يقولها عشان هو خايف ومكسوف، او ما عندوش اكسنت مش عارف يقولها صح، مش عارف مثلا يقول I don't want to go there I don't wanna go there. يلا ظبط الامريكان اكسنت بتاعتك، ظبط الجرامر، علي حصيله الكلمات بتاعتك، فين كورس الكونفرسيشن. هي دي الحاجات اللي هتفرق. هو ده اللي لما يطلع فوق لاي مرحله تانية هيكون بيرفكت ويتشاور عليه. ولما يخلص الجامعه يقدم على اي وظيفه، مهما مفيش حد معاه لغه تانية بالذات الانجليش وشقيان في حياته، اسمعوا مني، اللغه هي المفتاح. حتى مع تقدم الاي اي والذكاء الاصطناعي وي 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 اللغه مهمه. حتى اللي بيستخدم الاي اي عايز يعمل البرومبت ده بالانجلش، عايز يكتب الاكواد، عايز يكتب كل حاجه بالانجلش، عايز يسمع حتى الكورسات بالانجلش. دلوقتي حالا نبدا، تسيبوا لي مسج او كومنت وتقولوا لي احنا عايزين نبدا معاك. مثلا ابني عنده 10 سنين وعايز، يلا بينا نخليه بيرفكت ان شاء الله. سلام.